ان سهن ونايم، لكن اوعى بينطلق انطلاقات جميله. سجل في مرمى اليمن هدف تاني على طول، الانطلاقه والسرعه. المنتخب العماني يتقدم. اوبو، مش معقول. فرصه يا عصام، ده انا بقول عليك سهن لكن فايق ورايق، بتفوق في الوقت المناسب. لكن ايه ده؟ ايه المهاره الجميله دي؟ 2 وسط 5 6 7 عملوا قلق. ادي المهاره العمانيه الحلوه، ادي الرشاقه، ادي الموهوب صلاح اليحيائي، واحد من افضل المواهب الخليجيه في العصر الحديث. ولد. والبطل الاول للمباراه هو الجمهور العراقي كالعاده. تاني على طول ناحيه اليمين، يقف يا ولد لعيب علي مدن يحضر للي جاي، هيصوب ولا ايه؟ تاني اقصى اليسار، استلم بحركه. لا، البخيري. نعم، علي الحبسي عاد اليكم من جديد، ولكن بتوب اسود وباسم المخيني. علي الحبسي افضل حراس البطوله على مر. علي حرم وجاسم الشيخ بيملوا نص الملعب كويس. تحرك مستمر من مهدي حميدان، نشيطه قوي وسريع. فاول على عبد الوهاب الملود. خلي بالكم كميل الاسود لو نزل مع منتخب البحرين هتلاقوا تأثير هجومي مؤثر جدا. هو برضو صلاح اليحيائي. يا ولد يا فنان، لاعب كبير. لا، اوه، ضربة جزاء يا سيدي. لا، هو هيعمل انه بيمثل. لا، ما بيمثلش، دي ضربة جزاء يا سيدي مع سبق الاصرار والترصد. لا يا عادل، لا، الفار هيقول لك مالكش حق. لا يا عادل، لا، الفار هيقول لك مالكش حق. عارفين ليه؟ لان هو فرصة انه يشوط، لو شاط يقدر يجيب جول، فمش هيشوط ليه؟ فبالتالي في خطأ ممكن يحتسب ضربة جزاء. ادي الاستلام، المنذر اهو. لكن شوف الساحر ده بيعمل ايه. طب نعيد ونشوف يا حبيبي. انا شايف ان رقم 10 من البحرين الملود حط رجله، ولاعب عمان هو اللي شاط رجل لاعب البحرين وسقط. فبالتالي الحكم ممكن هيكون قراره هو الصح. عارفين ليه؟ لان لاعب منتخب البحرين بيلحق الكرة فثبت رجله على الارض، ده الوضع الطبيعي، بدون ما يتعمد انه يعرقل او يلامس او يعمل وقوف مفاجئ للقدم امامه فيعيقه. انا هشوفها طبيعية. وقرار الحكم لو طلع صح، يا سلام، قرار الحكم حرفي. منتخب البحرين مش قادر يوصل لمنتخب عمان، لكن منتخب عمان بيوصل. اي والله بيوصل عملها العماني بالتاني. هو برضه بالتخصص صاروخ يا ولد. الله عليك يا ولد، فرحت كل البلد. نعم، يتقدم الاحمر العماني بصاروخ لا يصد ولا يرد. روعة ايه، متعة ايه، هدف عظيم، الله عليه. ويكرر ما فعله في الاخضر السعودي الان في الاحمر البحريني ليضع المنتخب العماني قدمه اليمنى يوم الخميس القادم في ملعب البصرة الدولي. 1-0 لعمان. اي روعة، اي متعة، اي اصرار، اي تحدي. العمان يصرخ كالعادة، ما في حد يدي. ايه يا راجل انت ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ الله. ولا سيد جعفر ولا حتى حمود سلطان لو وقف مع سيد جعفر. هي في الثمانيات يا ولدي، بل في السبعات يا ولدي. يا سلام عليك، ولد جميل اليحمدي، جمال ملوش مثال ولا في الخيال. اداء عال. جميل اليحمدي يسجل احد اجمل اهدافه في خلال مشواره وتاريخه، ويقدم وجبة فنية ممتعة في لقطة تتكرر للاحمر العماني. مرة حارب السعدي في السعودية، ومرة جميل اليحمدي في مرمى المنتخب البحريني. الله.